نادي يوفنتوس الإيطالي يقترب من حسم صفقة النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي. يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي من نادي برشلونة الإسباني، وحسب مصادر من صحيفة سبورت الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني. أكدت نفس الصحيفة أن اللاعب الزلزولي يمتلك عرضا رسميا من نادي يوفنتوس الإيطالي بقيمة 15 مليون يورو، كما استقبل عرضا من نادي ريال بيتيس الإسباني. ويمتد عقد الزلزولي مع برشلونة حتى عام 2026 مع شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو. ولفت عبد الصمد الزلزولي أنظار مدرب نادي يوفنتوس ماسيميليانو أليغري بعد تألقه بقميص فريق أوساسونا خلال الموسم الماضي، وكذا ظهوره بشكل كبير رفقة المنتخب المغربي في البطولة الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في المملكة المغربية، يضيف ذات المصدر دائما. وقدم النجم المغربي مستوى كبيرا عندما قاد المنتخب المغربي الأولمبي للفوز بكأس أفريقيا 2023 للشباب على حساب المنتخب المصري في المباراة النهائية التي جرت يوم السبت الماضي، وأحرز جائزة هداف البطولة بإحرازه 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة أيضا. ومن المتوقع أن يلتحق اللاعب المغربي بتدريبات نادي برشلونة في الأيام القليلة المقبلة في ملعب خوان غامبر، إذ يستعد النادي الكتالوني للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الجولة التحضيرية للموسم الجديد بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز. المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو يقترب من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي. كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب البلجيكي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو بدأ يفكر جديا قبول عرض نادي الهلال السعودي بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وكان المهاجم البلجيكي قد رفض عرضا من النادي السعودي قبل أسابيع بسبب رغبته في الاستمرار مع ناديه الحالي إنتر ميلان، لكن بقاءه مع النادي الإيطالي صعب في ظل الوضع المالي الذي يعيشه النادي. وأكد موقع سبورتس زون الرياضي أن المهاجم لوكاكو بدأ يفكر الآن بجدية في الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن النادي السعودي لديه تفاؤل كبير من أجل إتمام الصفقة في الأيام القليلة القادمة. وأكد نفس الموقع في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من المقرر التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية في الأيام المقبلة والمحادثات جارية بين الأطراف. وكان المهاجم لوكاكو قد قضى الموسم الماضي معارا من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى إنتر الإيطالي، حيث يرغب اللاعب في الاستمرار مع النيراتزوري وأبدى استعداده لتخفيض راتبه، لكن مسؤولي إنتر ميلان لم يتخذوا قرارا بشأنه حتى الآن. جدير بالذكر أن الأندية السعودية تسعى لاستقطاب عدة نجوم عالميين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وتعاقد الاتحاد هذا الصيف مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى العديد من النجوم.